اهلا بيكم في زورو توكس الحلقه الثانيه. زي ما انتم عارفين احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الشورت تيرم رينتال ماركت والايجارات قصيره المدى، وشركه زورو ستيز ابتدت ازاي. واتكلمنا عن ان الايجارات القصيره المدى دي بتقدر توصلك لعائد عالي لو انت في لوكيشن حيوي. الحلقه دي خلينا نتكلم ازاي تقدر توصل لاعلى عائد بالدولار من بيتك اللي انت هتأجره على اير بي ام بي وبوكينج دوت كوم، وهم اكبر تو تشانلز تقدر تشتغل عليهم. مينا، ممكن تساعدنا وتحكي لنا عن اهم 5 نقط توصل بيتك لاعلى عائد بالدولار؟ طيب، خلينا نمسك الخمس نقط دول نركز عليهم شوية. هقول لك في أول حاجة مهمة جدا في البيت هيكون إيه؟ هيكون الفرش بتاعه، لأن أول حاجة بتحصل على اير بي ام بي إن الناس بتاكل بعينيها. يعني إيه؟ يعني إيه بتاكل بعينيها؟ يعني أنا هتفرج على البيت ده هيعجبني، أنا مش هبص على أي حاجة تاني. فالاستاتستكس اللي شفتها في اير بي ام بي ان الناس they spend تقريبا من 5 ل10 ثواني في اول 5 ل7 صور، بيتفرجوا على اول 5 صور. فبالتالي اول 5 صور انت هتحطها في الصور اللي انت هتحطها على اير بي ام بي او على بوكينج دوت كوم او هتعرض بيها بيتك باي شكل من الاشكال، دول مهمين جدا. وطبعا اهمهم اول صوره، لان واهمهم هي واحنا بنفر بنشوف البيوت المختلفه اول صوره هي اللي باينه لي. يا طبعا شدتني اخش في الثانيه والثالثه بالظبط. والرابعه، يا ما شدتنيش واي سكيبت ودخلت على بيت حد تاني اصلا. في ناس كانت بتختلف على فكرة الصور دي والفرش والكلام ده كله، بيختلفوا على حتة ايه اول صورة المفروض احطها. يعني اول صوره اقوى صوره طبعا. مثلا هنتكلم على موضوع الصور ده، بس خليني افرد لك ال5 نقط الاول. اول حاجة الشكل والفرنتشر والمود اللي انت بتدخل فيه يعني الشخص اللي عفش بيتفرج. جدتي القديم المستخدم ما ينفعش؟ عفش جدتك اللي انت حاطه اللي هو مذهب بقى وقيمة بقى وحركات والكلام ده كله، ممكن يكون ليه تيست عندنا احنا كذوق مصري جميل جدا. عفش دمياطي خشب قوي، رجلين ما بتتحركش، وتقيله ثابت وعايش عمر. بس بس مستهلك. بس مستهلك وديزاينز قديمه. ما انا مش بقول جدتي مش عشان عفش جدتي انا، ما هو انت لما عشان تعرف ارمز بالظبط. للعفش القديم اللي بقاله سنين. ما انت لما تعرف مين اللي بيسافر على اير بي ام بي ومين اللي بيحجز، هتعرف تتارجته. ما انت النهارده لازم تقول هو مين اللي هيحجز البيت ده. لو جدتي اللي هتحجز البيت ده قوي قوي، طبعا هتحط لها العفش الدمياطي لان هي بالنسبه لها ده احلى حاجه في الدنيا. لكن لو جان زي وجان الفا اللي هم النهارده عمرهم يتراوح ما بين 20 ل 25 سنه، هم يمثلوا 61% من مستخدمين اير بي ام بي، يبقى انت واو، لازم تفكر تاني. اكيد فكرة يعني. فدي اول حاجه، العفش اللي انت حاطه. تاني حاجه الصور انا حاطط صور مصورها بالموبايل والدنيا مضلمه، هل انا مبين الحاجات الخارجيه، الشبابيك باينه ولا لا؟ هل انا طفيت النور وانا بصور ولا لا؟ هل انا مصور من انجلز منطقيه، ولا مصور السرير وانا واقف قدامه كده على طول؟ هل مصورها وايد انجل؟ دلوقتي كل الناس معاها موبايلات ومعاها ايفونز هل ومعاها انا مصورها بقى من فوق لتحت من فوق ولا من تحت لتحت لفوق ولا ولا انا بمستوى واخد؟ عيني؟ دي كلها حاجات مهمة. ده تاني فاكتور. تالت فاكتور وده برضو مهم جدا، انت هتتعامل مع الجست بتاعك ازاي. جست كوميونيكيشن والريفيوز بتاعتك ليه؟ لانه لما انت بتتكلم مع الجست اللي جاي حاجز ده، انت عايز توصله، انت عايز تطمنه اول حاجة. يعني هو لازم يبقى مطمن، لازم يلاقيك ان انت بتعرف ترد بسرعة. فكرة ان انت تقعد ساعتين مثلا ما تردش عليه بعد ما حجز وهو سألك لا، سؤال، مقلقة مقلقة. انا حجزت غلط ولا ايه؟ هو اه الراجل ده طبعا. ما بيردش. هل انا بقى لما اجي احجز خصوصا لما هقعد؟ ببقى رايح مدينة انا مش عايش فيها وما اعرفش فيها حد. يعني انا لو بالظبط. انا اوروبي او عايش في الامارات ونازل القاهرة وبنزل في بيت، انا يعني انا ده المكان اللي لو ما يردش عليا انا هنام في الشارع. والاوحش من كده، تخيل انت اول مره تحجز على اير بي ام بي، ودي اول تجربه ليك على اير بي ام بي، ورحت باعت رساله للراجل الهوست بتاعك اللي هيستضيفك في بيته وهو ما ردش عليك لمده 6 ساعات. يا نهار هيبقى ابيض. احساسك ايه؟ انا حجزت غلط، انا لا هفكر طبعا. تاني وهكنسل. فدي تالت حاجه مهمه جدا، وده اللي بناء عليه بيترتب الريفيو. الكوميونيكيشن والريفيو، تمام. ماشي. رابع حاجة، ودي برضو نقطة مهمة، تنظيفك للمكان عامل ازاي؟ بتنظف المكان بشكل مستمر، محافظ على صيانته ولا لا؟
سايب له ايه في البيت، الامانيتيز اللي انت سايبها له في البيت دي ايه بالظبط، هل عامل له واي فاي وفي تلفزيون حلو وفي تكييف وفي ميه ساقعه وفي ولا لا. واخر حاجه، ودي اعتقد ان دي لو انت ركزت على الاربعه الباقيين واهملت دي، فانت اهملت في الشغل بتاعك كامله، وهو التسعير، البرايسنج. وده بحر. يعني لو انا اتكلمت عن الاربعه الاولانيين دي معظمنا يقدر يعملها، بس الحته الاخيره دي البرايسنج دي فيها كم تكنولوجيا غير طبيعي دلوقتي، وفيها كومبيتيتيفنس، وفيها ان انا اسعر بناء عليه. ما انا ممكن النهارده اقول انا هبقى راضي لو اجرت البيت ده $20 $1000 في اليوم، يا وافرح بقى انا سلام. بايع لشهرين قدام. في ناس بتنبسط لما يجي يقول لك ايه، انا مأجرت البيت الحمد لله 3 شهور الجايين مقفولين كلهم انا محجوزين. كنت منهم للاسف. ودي هنتكلم برضو عليها. فخلينا نمسك دول ال5 حاجات مهمين. نمسك اولهم الانتيرير. الانتيرير. والانتيرير اعتقد ان انت كمان اشطر مني فيه، وبيبقى دايما انت بتفكر بطريقه عمليه اوبريشنال، وانا بفكر بطريقه نفسيه شويه. لكن انت عايز تعمل ايه؟ بما ان قلنا ان الناس اللي بتسافر وبتستخدم اير بي ام بي دول كلهم اعمارهم صغيره، ما هماش ناس قد اهالينا اللي هم عنده 60 و70 سنه ولا 50 سنه، لا ده انت بتلاقي الاعمار الناس اللي بتسافر من اول 18 سنه، من اول ما يقدر يسافر دول لوحده اكيد يعني. فيري انرجيتك. طبعا لغايه الميلينيالز اللي هم قدنا، اللي هم عنده 35 40 سنه، ده لسه بيستخدم اير بي بي. طب انت عايز تتارجت الشخص ده النهارده مهتم بايه؟ بالعفش ابو البرقع بتاع الستاره اللي نازل بكرانيش، ولا هو عايز حاجه سيمبل يقدر يعمل كده، يفتح الستاره ويقفلها؟ عايز ما عنده في سرير. بيته وبيت اهله اكيد في الكلام ده، بالظبط. وفي كريستالات وفي حاجات فخمه اكيد هو عنده كل هو الكلام عايز ايه ده. بقى؟ هو هتلاقيه عايز حاجه هاديه او مجنونه جدا. مجنونه جدا طبعا، بتفرق مع الاعمار دي طبعا. بالظبط. عايز الوان فظه بتنور بتشع بتلفت النظر جدا. خصوصا ان هي شورت ستاي. يعني انا ممكن فور شورت ستاي اقعد 2-3 في بيت فيه الوان احمر واضحه يعني. بالظبط. لكن في بيت عايش فيه على طول تبقى صعبه تبقى طبعا. صعب. عارف، لما جينا نبتدي، او لما جيت كنت بقعد اتفرج على اكتر بيوت غريبة بتتأجر على اير بي ام بي. غريبة من ناحية ايه؟ قصر في ايرلندا، بيت اخر لونش لاير بي ام بي لما عملوا ابديت للسوفت وير بتاعهم للبورتال يعني او الويب سايت. براين تشاسكي طلع، ويمكن في ناس شافت الكلام ده، براين تشاسكي طلع البيت الفلوتنج هاوس. مش عارف حد شافه ولا لا. الفلوتنج هاوس ده عارفين في فيلم كرتون او انيميشن اسمه راجل كده جد معروف. الفكرة يعني ان البيت بيطلع ببالونه كبيره جدا فوقيه وبيطير فوق الارض. اب بالظبط. اب صح مظبوط. الاب هو جاب اب. الاب كانت فكرته ايه؟ أيوة. انه في بلالين هيليوم شايله البيت وطايره بلالين بيه كتيره، الوان كتيره، فيري كولرفول. عملوا ايه؟ حققوا في الحقيقه، لدرجه ان ده بقى اكسبيرينس. انت ممكن تأجر البيت ده تخش جواه واخد حاجات فعلا من الموفي فعلا بالوان ملفته البيت بشكل. كله بيطلع فوق الارض، ده حقيقي، ببالونه هيليوم كبيره جدا، اير بالون كبيره جدا طالعه شايله البيت. فشوف هو وصل الاكسبيرينس عامله ازاي. ما بنقولش ان احنا نعمل بيوت بتطير في مصر يعني، بس هي الفكره كلها في ايه؟ انت عايز توصل الاكسبيرينس كامله للي جاي يقعد. فبالتالي انت لازم الفرنتشر اللي انت بتحطه في البيت والوانه والعفش اللي انت بتختاره وكل الكلام ده لازم يبقى يتماشى، انه يبقى اولا براكتيكال يعني عملي. ما تجيبش سرير يبقى ظهر وفيه قماش وتطريز وحاجات ده فظيعه هايجين بالشكل وايز ده. يعمل مشاكل كتيره جدا ما بين حجز والتاني. هتنضف ازاي؟ هتنضف ظهر السرير يعني ده ازاي؟ الناس العرق بتاعهم وظهر راسهم لما يبقى السرير حاجه فيها فابريك، اكيد يعني ما بين هايجين ده التشيك ان صعب والتشيك جدا. اوت مش هيبقى احسن حاجه السرير الكابوتينيه يعني. بالظبط ده نفس من الفكره. الحاجات اللي يعني صعبه في الاوبريشن جدا. السرير لو مش واقف على رجلين، حبيت تنظف تحتيه، هتشيل السرير ازاي؟ تجيب 4 يشيلوا السرير عشان تنظف تحت السرير؟ مش منطقي. فممكن تعمل مثلا سرير مرفوع، ممكن، دي كلها افكار. لما تيجي تعمل مثلا كنبه او سوفا او ليفنج او حاجه زي كده، حاول ان انت تبقى الالوان ما تبقاش فاتحه. اللي انت لما تيجي تعمل كنبه لونها
فاتح لونها ابيض وهي متماشيه جدا جربناها مع افتكرت، الانتيريور، ايوه صح. هيحصل ايه؟ انا قعدت والبنطلون بتاعي مثلا مش نظيف ولا اي حاجه حصلت ولا كده، بقعت الكنبه دي بقت لونها بدل عصير، ابيض طفل بقت ده لونها العصير طفل درق عصير. هتعمل ايه؟ مم. وعندك حد تاني داخل بكره، ما هو انت مم. عامل زي الفندق بس الاوتيل. خلينا نقول السر اللي احنا عملناه ان احنا بقت الكنبه عندنا بقى ليه طقمين كفرز، بالظبط طقم موجود وطقم تاني علشان نلحق ما بين الحجز والتاني ان بالظبط نسلم دايما كنبه نظيفه. بالظبط، ودي مهمه جدا. فكل حاجه بيبقى ليها حل. وتخلي على قد ما تقدر الثيم بتاعك بتاع البيت مودرن. يعني ممكن تستعين مثلا بحد راجل شاطر جدا او جهه او مكتب بتاع انتيريور ديزاينر، يجي يقول لك حتى لو هتدفع فلوس فيه، بس يجي يقول لك بص انت عشان تعمل البيت ده بشكل حلو قوي ويبقى احلى من بيتك كمان، ومفيش مانع انه يبقى احلى من بيتك وتعمله مودرن، لازم تستعين بحد متخصص. فاستعين بحد متخصص يفرش البيت. الا بقى لو انت عندك اوريدي ذوق وذوقك حلو وشايف ان ذوقك حلو وعارف وبصيت كمان على الماركت، يعني ايه، مفيش مانع ان انت تغش من اللي حواليك، ما هي تفتح اير بي ام بي هي انت وتتفرج. فاكر المشكله اللي واجهتنا في الانتيريور ديزاين ان اي انتيريور ديزاينر عايز حاجتين: فيز عاليه مم. ليه، وعايز بادجت فلوس كبيره او مفتوحه علشان ايزيلي يطلع صوره ملفته. بالظبط وده طبعا بيبوظ الريتيرن اون انفستمنت موديل بتاعنا، لان العائد على الاستثمار بيبقى اقل، لان انت بتخلي المالك يصرف ارقام اكبر. فبي اند اب ان المالك بيجي يقول لك، الاونر يجي يقول لك لا انا هحط العفش القديم، او لا انا مش هشغل معاكم. فاحنا وي اند اب ان احنا بقى معانا مهندسين الديكور بتوعنا اللي فاهمين الاندستري دي شغاله ازاي، عشان يطلبوا فيز ريزنبل ويحطوا بادجت ريزنبل اللي بيها برضو قدروا يطلعوا بيوت ملفتة جدا وديوربل. بالظبط فده فرق معانا طبعا جدا. بالظبط. فموضوع الانتيريور وموضوع الصوره زي ما قلت لك في الاول، الناس بتاكل بعينيها. فانت لو عملت قدمت له بيت حلو وزي ما هو في الصور هيخش يلاقيه، ودي تالت نقطه بقى اللي احنا هنتكلم عليها، اللي هي الجست كوميونيكيشن. وهو فعليا لما هيوصل هيلاقي ايه، والامينيتيز. فنتنقل على تالت نقطه اللي هي الجست كوميونيكيشن بقى. خليني معلش بس عايز اضيف حته في الانتيرير. لو تفتكر البيوت اللي فيها صوره هوموجينيوس، يعني الوان في الكاربت داخله في الثرو اللي على الكنبه بالوان في معينه في الطابلوهات اللي في الخلفيه مع لون الدهان اللي في الحيطه، ولما تطلع الصوره ماشيه مع بعضها بتلفت العين وبتشد العين طبعا اكتر. ولو تفتكر احنا في بيوت خلفي معانا في الجونه ما عندهاش ترس، وصلت لارقام ايجارات اعلى بكتير من بيوت سي فيو شايفه البول والبحر. بالظبط. الانتيرير ده كل حاجه في الموضوع. انت ممكن تعمل، ودلوقتي في بنترست وفي حاجات كتيره قوي تقدر تخش تقول انا عايز اعمل بيت لونه كذا وربنا يخلينا تشات جي بي تي والاي طبعا. اي يجي تقول له مثلا عايز اعمل بيت لونه كذا، ايه الالوان الكالر باليتس اللي ممكن امشي عليها. بس دايما حاول تحافظ على ان الوانك تبقى ماشيه مع بعض، ما تبقاش ماشيه مع فاتحه بعض قوي، مظبوط. تبقاش فاتحه قوي، عشان الفاتح ده هيبهدل لك الموضوع يعني هتلاقي المينتننس عالي قوي. وتخلي التيمز مودرن شويه، ما تخليش بقى الحاجات مودرن، لان احنا عرفنا احنا الكلاسيك. احنا بنتارجت جنريشن بنتارجت عامل ازاي، جن زي وجن الفا. هو الناس دي عايزه تحس ان هو رايح حته مختلفه عن بيته العادي، عايز يشوف بالظبط حاجه بالظبط. جديده. مش لازم يبقى ترند بوهو، عشان مم. هو دلوقتي في ترند اللي هو كل حاجه تبقى بوهو. احنا في القاهره مثلا مش لازم نعمل بوهو، يعني مم. بوهو ده حاجه تبقى عاده كوستال او ساحليه او كده. فبرضو حاول تبقى مختلف وتعمل حاجه حلوه وديورابل. الناس كتير قوي ساعات بتسترخص في ان انا في كنبه ب 10000 جنيه. طب ما هو لما يجي يقعد على كنبه برقم معين رخيص مثلا، يعني انا مش متاكد الارقام عامله ازاي دلوقتي، بس مثلا هتقعد على كنبه لقيتها رخيصه جدا، ايه اللي هيحصل؟ هيقعد عليها مره واثنين وثلاثه، الكرسي هتتكسر، الرجلين هتتكسر، لان هي معموله غالبا انها مش ستيردي، مش قويه. ف انا بقول ان مش عشان ده بيت هيتأجر تسترخص في العفش. دي حاجه في نفس مهمه الوقت مش جدا شرط تستغلق، لان في حاجات على فكره دلوقتي في الماركت المصري وشركات كتيره اونلاين جدا بتبيع، وشركات قويه جدا بتبيع باسعار ريزنبل وحاجات الديورابيلتي بتاعتها عاليه. جدا. واحنا بقينا اقوياء جدا في فكره الفرنتشر دي، حاجه كنا زمان مهمه. ايكيا، بس دلوقتي بالظبط شوف كميه الموردين المصريين اللي بتعامل معاهم اللي الجوده بتاعتهم فعلا عاليه واسعارهم منطقيه جدا، جدا جدا. وديزاينز فيري ترندي. يس. تالت نقطة بقى نتكلم فيها موضوع الجست كوميونيكيشن والريفيوز. الجست كوميونيكيشن ده
حاجه مهمه جدا، لان انت لازم تحسس الجست اللي قدامك اللي بيكلمك باول حاجه لازم يحس بيها السكيورتي، الاطمئنان. يعني لازم يحس ان انت مش اول مره تعمل كده. انت لازم تتقمص دور الفرونت ديسك، الراجل اللي هو اللي واقف في الريسبشن بتاع الاوتيل اللي بيبتسم. طبعا انت مش هتعرف دايما. تبتسم، هو مش شايفك، هو بيكلمك ممكن على التليفون او بيكلمك تشات، فانت لازم تكون محتضن للكونفرسيشن. بس تقدر يعني تبتسم في الشات بالسمايلي فيسز اللي في سياق ان انا يعني ترحابي، مش ما تبقاش سخريه طبعا طبعا يعني. طبعا ولازم يبقى عندك طولة بال. ليه طبعا. بقى؟ اللي جاي يسافر او الاندستري بتاعت الهوسبيتاليتي فيها طولة بال. انت النهارده لو انت قاعد في مطعم وجالك الاكل زي ما انت مش طالبه، ورحت للويتر، واحنا عندنا في مصر يعني تجربة الحتة دي احنا ممكن ما نبقاش شاطرين فيها قوي، يعني في دول تانية وناس تانية اشطر مننا. بس يعني انت لو النهارده طالب حاجة وقاعد في المطعم وما جاتلكش زي ما هي زي ما انت عايز، هتعمل ايه؟ هتنادي الويتر تقول له انا مش مبسوط من الاكل. هيقول لك ايه؟ لو ابتدى يدافع عن نفسه وابتدى يدافع عن البراند بتاعه وابتدى يدافع عن اكله، تعرف ان انت المكان ده مش هتيجي تاني. لكن لو ابتدى يسمعك وابتدى يقول ممكن يكون في سوء تفاهم، مفيش مشكله اللي حضرتك عايزه انا هعمله، الكلام ده كله، انت نفسك هتهدى. انت نفسك اللي الراجل بيشتكي بتهدى. ياما ويترز ضحكوا علينا وخدوا الطبق هبدله لك ورجعوا بيه هو تاني يعني من غير اي حاجه، واحنا هدينا برضو لان حسينا ان في تجاوب. التجاوب. وفي ناس فعلا بتجري ده اكسترا مايل، وايه ده فعلا تسويه اللحمه مش مظبوطه ومتسويه جامد وانت كنت طالبها ميديوم، ابدلها لك وفعلا يرجع لك بقطعه تانية التسويه بالظبط بتاعتها ميديوم زي ما انت عايز. والاماكن دي بتوصل لريفيوهات كويسه جدا. بالظبط. في حاجه مهمه جدا على طول الجاست بيطلبوها: ايرلي تشيك ان وليت تشيك اوت. واحنا احنا كبشر لما بخش الاوتيل انا عايز عايز حاجه اول زياده. واحد، لا انا عايز اول واحد، انا عايز اخش بدري الاوضه، عايز استلمها بسرعه عشان انبسط بيومي، وعايز اخر وقت اقدر اطلع فيه. لو انا مش ملتزم بطياره ولا سفر ولا كده، عايز اخد ليت تشيك اوت. فدي من ضمن في الاحصائيات يعني في اير بي ام بي لقوا تقريبا اعتقد ما بين 82 ل 85% من واو. الريكوستس كلها عن كان هاف ان ايرلي تشيك ان او كان هاف ا ليت تشيك اوت. ودي حاجه مهمه جدا، لو قدرت تديها للجست بتاعك انت هتبقى كسبت طبعا يعني لو ما فيش اول. حجز قبليه ولا في حجز بعديه، وان تيم طبعا النظافه بتاعك بيوصل في الميعاد وبيخلص بدري وعنده طقم سبير للصوفه علشان لو الصوفه متبقعه يلحق يتصرف. بالظبط. عندك ساعتين لو في نفس اليوم الناس داخله والناس طالعه، فانت عامل زي الاوتيل، فانت لازم بسرعه بقى تشوف هتعمل ايه. فانت لازم تحافظ على الكوميونيكيشن بينك وبين الجست وتريسبوند بطريقه صح وتبعت له الداتا مظبوطه. يعني كتير اللوكيشن، اللوكيشن مهم السيلف لازم. تشيك ان انستراكشنز او الفيديو اللي بيوصل لحد الوحده. او لو انت هتستقبله تبقى عارف هو هيجي الساعه كام وتكون مستقبله. مفيش مانع تسيب له ميه ساقعه، شوكولاته، شيبسي، وات ايفر سناكس. عايز تعمل كده اوكي، مش عايز تعمل كده مش ممكن مطلوب توك ده اكسترا مايل ويبقى اسبريسو ماشين وبتسيب له شوتس اسبريسو مثلا. ودي حاجه مهمه على فكره، يا برضو من ضمن الاحصائيات. الناس اللي بتشوف المكنه بتاعه القهوه في صور من الصور بتاعه البيت اللي هيحجزه، لو هو يعني راجل كيف قهوه، وده ليتلي بقى يحصل ترند في العالم، استهلاك القهوه زاد. دي حاجه هتبسطه. طب ليه ما تعملهاش؟ النهارده عندنا حتى محليا بقوا يصنعوا الكبسولات بتاعه القهوه، فما بقتش غاليه قوي يعني. كنت بتقولي سالت تشات جي بي تي على الامينيتيز اللي نحطها في البيت. الامانيتيز. بص الامانيتيز اللي لازم تتحط في بيت، البيزكس الاول نبتدي بيها، اللي هو ايه؟ اي حد مسافر لازم يكون عنده انترنت كونكشن النهارده، فلازم طبعا. توفر له واي فاي. مش هتقدر توفر له واي فاي، جيب له انترنت هوائي بقى 4G 4G راوتر ايا كان، بس بس لازم لازم انترنت في الاخر. لازم يبقى فيه انترنت، والانترنت ده لازم يبقى كويس. يعني ده اساسي. حاجه التانية ميه ساقعه وسخنه. يعني انا اكيد. مش هقدر اخش على بيت واستحمى في الحمام الاقي الميه ساقعه بس، مم. وتبقى انت كاتب لي ان الميه هتبقى ساقعه بس. طب افرض انا ما قريتش. حاول ان انت تشوف حلول يبقى فيه ميه خلينا نبقى ساقعه نرجع وسخنه. تاني لحته الديسكريبشن بتاع الليستنج والوصف بتاعها طبعا. طبعا. ايه تاني؟ التكييف. احنا في تكييف. بلد صحراويه حر طبعا، لازم التكييف فاحنا في اساسي. الشتاء عندنا بطانيات، مفيش مشكله، احنا مش شتاء صيانه ومش شتاء. التكييف وفلاتر التكييف متنظفه علشان مع فتره يعني انتوا مريتوا انتوا شخصيا بتجربه صعبه بسبب ستيك كانت عندكم في الساحل وكانت التكييفات مش متنظفه. انا مراتي تعبت جدا جدا، جالها يعني دور
في صدرها تعبت منه جدا بسبب ايه؟ التكييف ما كانش الفنجس اللي كان في الفلاتر بتاع التكييفات اللي مش المولد. متنضفه بقى المولد. طبعا. فانت لو ما اهتمتش بالصيانه في الاخر هيحصل ايه؟ هيحصل مشكله. فدي من ضمن التوب 3 امينيتيز هم دول حاليا، ان انت توفر اير كونديشننج، توفر واي فاي، توفر ميه ساقعه وسخنه. بعد كده بقى تيجي بقى الحاجات الرفاهيه بقى، اللي هو انت عندك تلفزيون ولا لا، انت عندك بلكونه ولا لا، سايب لي فوط وسايب لي تاولز عامه للاستحمام ولا لا، سايب لي سايب لي نسبريسو ولا سايب لي قهوه بشكل ما، سايب لي ميه شاي. كل الحاجات دي بتيجي سكندري، لكن مش دي الاساسيه. فنركز على الاساسيات الاول، دي لازم تبقى متوفره، ولازم يبقى انت باعت له لوكيشن مظبوط، لازم باعت له الداتا بتاعت الواي فاي دي مظبوطه، هيخش ازاي، هيوصل ازاي، انت حاطط له كل الرولز اللي انت عايزه يمشي عليها. يعني انت مثلا ما تجيش تقول له بعد الساعه 10 ما يبقاش فيه صوت عالي. طب ما انت لازم تكون كاتب الكلام ده في الوصف بتاع الوحده. طبعا. لازم دلوقتي تكتب كمان في وصف الوحده ان انت هتاخد منه صوره من الباسبور بتاعه. ما ينفعش تفاجئه تقول له ايه، انا اول ما يوصل مش هتخش غير لما تبعت لي صوره الباسبور. في ناس بالنسبه لها دي حاجه مفاجاه كده. مفاجاه. انت ليه مش حاططها لي لان في ناس كتير بتحجز بره عندهم الدنيا اوتوميتد لمرحله ان الاسم مش طالب منه صوره الباسبور تتسجل زي قوانين بلدنا هنا بالظبط. فانت لازم تاخد الصوره بتاعه الباسبور دي وتقدمها للاسم. فانت علشان تاخد الكلام ده لازم تكون قايل له عليه. لازم اكون موضح ان الاخوه العرب والمصريين لازم يكونوا متجوزين مثلا. تحط كل الرولز اللي انت شايف انها مش هتأذيك، لازم تحطها في الديسكريبشن، ولازم تكون يكومينيكيت الكلام ده مع الجست، يا اما عن طريق الديسكريبشن يا اما بينك وبينه. فاكر القصه اللي حكاها كو فاوندر اير بي ام بي براين شيسكي بتاعت الجوست الشبح؟ الاير بي ام بي كان ايوه كان جالهم مكالمه من جست حاجز اقامه بيشتكي يا جماعه في شبح في البيت مضايقنا، خدمه العملاء بتاعت اير بي ام بي. فخدمه العملاء طيب حاضر هنشوف ونرجع لك. رجعوا كلموا الهوست وقالوا له انت في شبح عندك في البيت والناس متضايقه وكده. قال لهم والله انا كاتب الكلام ده في الوصف، والشبح اسمه مش عارف ايه، والشبح ده ظريف والدنيا تمام والناس عارفه الكلام ده قبل ما تحجز ان انا كاتب كل ده في الوصف. فرجعوا تاني للجست فقالوا للجست طب ما انتوا عارفين ومكتب لكم في الوصف ان في شبح في البيت وشبح طريف وكذا كذا. فالجست قال لهم ايوه احنا قرينا انه طريف وكل حاجه، واحنا فعلا بقالنا فتره بيتعامل معانا بلطف، بس ابتدى يضايقنا. فكان براين شيسكي بيحكي أهمية في المثل ده، أهمية إن أنا أحط كل حاجة في الوصف علشان ما عليش الإكسبكتيشن بتاع الجست، والجست لما يدخل يبقى عارف هو داخل على إيه، ما يبقاش فيه مفاجآت، لأن ده بيبقى حماية ليك من إن أنت تاخد باد ريفيو لمرحلة حتى لو كان عندك شبح. فأنت لو المياه السخنة مش شغالة، طب ما تكتب في الوصف من دلوقتي إن المياه السخنة مش شغالة، مع إن دي حاجة من الأساسيات بتاعة البيت، علشان ما تعليش الإكسبكتيشن بتاع الجست وده يأذيك ويوصل الجست لمرحله ان هو يدي لك باد ريفيو. وده بالزبط. اكتر حاجه بتقلل الدخل الباد ريفيو ده. طبعا ده موضوع ان انت ما هو كل ده بيحسسه بالامان. انت وصفت له كل حاجه قبل ما يوصل، فهمته ايه اللي هيحصل. ودي حته مهمه جدا. ودي يعني اير بي ام بي معتمد على ايه؟ تراست. عندهم تيم جوه اير بي ام بي اسمه تراست اند سيفتي. وممكن ناس كتير من اللي اتعاملت على اير بي ام بي وحاليا بتتعامل وبتحط بيوتها على اير بي ام بي و they are very good hosts وكده، عارفين ايه هو التراست اند سيفتي. التراست اند سيفتي تيم ده بالنسبه له مجرد ان الجست رفع سماعه التليفون وحس ان في خطر، تراست اند سيفتي تيم ده بياخد اجراء عنيف جدا. عرفه فعلا اقوياء وحاميين الجست بجد. بالظبط. واير بي ام بي قايم على ايه؟ على ريفيوز. يعني انت النهارده انا هقيمك منين؟ لو انت اديتني تجربه حلوه هكتب فيك كلام حلو جدا، فاللي جاي بعدي هيقول لا ده الراجل ده كويس فانا هحجز عنده. فانت البلاتفورم مبنيه على البير تو بير ريفيوينج. فايتس فيري امبورتنت ان انت تحافظ على ريفيوهاتك، ان الريفيوز بتاعتك هي اللي بتخليك تفضل ثابت على السعر الكويس او السعر العالي، او حتى سعرك يعلى في السيزونز العاليه. هي اللي سندك كده. بتاخد باد ريفيوز انت اصلا عشان تتحجز تاني بعد باد ريفيوز، حتى لو نزلت لنص السعر وارد ما تتحجزش وتضيع على نفسك دخل ضخم بالدولار. بالظبط. فدي جزء الكوميونيكيشن وطريقه الكوميونيكيشن. وفي على فكره على اير بي ام بي دلوقتي
وعلى بلاتفورمز كتيره تقدر تسكيدجول المسج، يعني تقدر تقول ايه، انا هبعت الرساله دي قبل ما هو يخش بيوم، من غير ما انت تخش بقى تقعد تبعت وتعمل والكلام ده كله. استفيد بقى من الحاجات الجديده اللي طالعه بصراحه الفانكشنز. بيتطوروا على طول. الفانكشنز اللي موجوده تساعدك، عشان لو انت عندك اكتر وعندك وقت وعندك شغل وعندك الكلام ده، مش فاضي تعمل كل الكلام ده، اعمل سكادجول المسج اللي هي هتروح له تقول له تطمن عليه، ازيك يا فلان، اتمنى ان انت تكون مبسوط، لو محتاج اي حاجه. في حاجه برضو كانت بتميز اير بي ام بي عن بوكينج دوت كوم، هما طبعا اهم تو تشانلز، بس انا شخصيا انا شايفها كانت من اهم النقط ومفرحاني جدا، ان الريفيو تو واي. فانت بتدي تقييم في الجست، فلما بيجي لك جست ابيوزر او بيكسر البيت او بيعمل حفله او بيدخن وبيخالف القوانين جوه البيت، انت بسهوله بتقدر تحط فيه تقييم ان الجست ده نزل عندي ودخن وكسر وعمل حفله وي وي وي. فالجست لما يجي يحجز تاني عند اي هوست ساعات بيقدر يرفضه بسبب التقييم السيء. فاحنا الاتنين في حكم ما بيننا يخلينا نلعبها فير، احنا كهوست واحنا كجيست. فطبعا اير بي ام بي من اقوى تشانلز اللي حاميه الهوست وحاميه الجيست بسبب التو واي ريفيو. انت بتدي ريفيو في الجيست، ودي ادج بصراحه عن بوكينج دوت كوم، ان احنا قادرين ندي ريفيو للجيست، فالجيست برضو جاي مضطر يمشي على القوانين اكتر. صح. هي بيرسونال جدا، personalized experience. هي تجربه انت بتتعامل فيها مع بشر، مش بتتعامل فيها مع انتيتي، مش زي الاوتيل وزي بوكينج دوت كوم انت بتتعامل مع انتيتي كبيره. لا انت بتتعامل مع شخص على طول منك ليه، فالموضوع مختلف تماما. دي ثالث نقطه. احنا قلنا اول نقطه كانت الفرنتشر، وده مهم جدا. تاني نقطه قلناها كانت التصوير، وده نقطه مهمه جدا برضو. ثالث نقطه اللي هي الجست كوميونيكيشن والوصف والريفيوز والحاجات دي كلها. رابع نقطة ودي بعتبرها اعتقد قبل الاخيرة، اللي هي قبل البرايسنج، اللي هي ان انت ازاي تحافظ تخلي التيرن اوفر او المينتننس بتاعك مظبوط. التيرن اوفر، الكليننج، النظافة بقى قصة النظافة والصيانة، النظافة والكليننج اند مينتننس مظبوط. انت في ساعتين هتنظف البيت، تتشقلب بقى. وبعدين ايه، انت كجست عايز تخش تحس ان انت اول واحد يسكن في البيت ده. بيت جديد. انا اول واحد امسك الحنفية دي ارفعها، انا اول واحد انام على السرير ده، السرير ده محدش نام عليه. ده الاحساس اللي المفروض يوصل. طبعا الملايات لازم تبقى بيضة عشان تخش غالية، لان ده انت عارف موضوع الملايات البيضة. قبل بس ما اكمل لك، انا في حد كان مرة سألني هو ليه لازم الملايات في بالظبط، سؤال مهم. صح، هي ليه؟ انا قعدت افكر فيها كده. اكتشفت يعني حتى لما دورت لقيت ان سبب ان الفنادق والهوسبيتاليتي سيكتور ده كله بيخلي الملايات بيضة والفوط بيضة، علشان هم والجست يشوفوا لو هي متوسخة ولا لا. لان لو جبت لك ملايات سودة انت مش عارف، مش هيبان، مش هتبان انها مبقعة، مش هيبان فيها شعرايه حتى، مش هتبان فيها اي حاجة. وكمان الغاليه، الملايات البيضاء تقدر تخش غاليه وتوصل لمراحل تعقيم عاليه. هو صح فعلا مفيش اوتيل في الدنيا الملايات فيه لون تاني غير ابيض، صح؟ ولو لقيت لون تاني غير ابيض تقلق. طبعا. في ايه بقى، انت مخبي ايه عليا؟ بالظبط. فانت لازم لو انت عايز تبقى ريلي بروفيشنال الملايات والفوط لازم تبقى ابيض. مظبوط، لازم تبقى ابيض. ولما تلاقي ان في حاجه مبقعه ارميها او غيرها او اغسلها وحافظ على المستوى ده هوسبيتاليتي، ودي حاجه مهمه جدا، تبقى كل حاجه لونها ابيض. مظبوط. ده بالنسبه للسرير. فخلينا نرجع تاني لموضوع النظافه والمينتننس. النظافه والمينتننس، النظافه والصيانه، مين اللي هينظف وهينظف ازاي وهينظف في خلال قد ايه وقت؟ هل هيبقى عم ابراهيم البواب هو اللي هينظف، ولا هجيب شركه نظافه، ولا انا هنظف بنفسي؟ وهل انا عندي وقت للنظافه؟ طب همشي ازاي؟ طب هنظف ايه ولا ايه؟ طب لو لقيت حاجه هصين ايه ولا ايه؟ برضو التكييفات دي المفروض اصينها كل قد ايه؟ قصه التنظيف وقصه النظافه ده بحر كبير، وده في ناس متخصصه فيه. واحنا نفسنا في الشركه يعني لما جينا لو تفتكر عملنا كم كليننج تشيك ليستس وفيرجنز، كل ما يطلع لنا مشكله نابديت الفيرجن وننزل حاجه جديده عشان نضمن ان احنا بنتحكم في المشكله دي في كل حته. يعني لما
يعني الجست اللي قام محرك الكنبه وجابوا ان وراها في تراب وهي ما كانتش بالظبط. تنظيف ورا الكنبه، ده موجود في الليسته بتاعتنا، ضفنا زودنا الفيرجن لازم. بتاعت الكلين تشيك ليست ان لازم يتنظف ورا الكنبه، فحمينا نفسنا في كل الليستنجز ان الغلطه دي ما نقعش فيها تاني. بالظبط. فحته ان انت تبقى دايما بتتعلم من الخطا الجديد اللي بيقابلك، وانس ان انت عملت خطا تكمبنسيت وتدي الجست حقه، طالما انت اديته ملايه مش نظيفه او شويه تراب جنب السرير او كده، ان انت تعوضه عن ده، تعوضه بقى باكسترا تايم في التشيك اوت، بفروت باسكت، بحاجات قد كده، تعوضه بديسكاونت على الليله اللي اتاثر فيها على بال ما انت نظفت او على بال ما صلحت. ده حاجه اساسيه جدا. وتتعلم من الخطا ده، يعني ما بالظبط. تقعش فيه تاني. بالظبط. بقى خد بالك ان احنا بيوتنا لما بنيجي ننضفها ونجيب مثلا ام ابراهيم ولا ام سيد ولا كده هي بتاخد 9 ساعات تنضف البيت بيطلع فله. انت بتتكلم على بيوت عائلاتنا، مش البيوت اللي بنديرها. لا مش البيوت اللي بنديرها، انا بتكلم في بيوتنا الشخصيه. ايوه طبعا. بتجيب بنجيب ست متخصصه وبتاخد وقت طويل لان 9 حافظه ساعات. البيت وعارفه الخامات اللي بتنظف بيها، وبتاخد وقت كبير. انت عايز تعمل نفس الكلام ده في ساعتين. بس برضو بيوتنا يمينة بيبقى فيها حاجات كتير، رفايع، لعب الاطفال والهدوم والمش عارف ايه، لكن التيم بتاعنا بيخش على بيت مخصص لكده بس، فعنده تاسكس معينه، خطه خطه انت مظبوط. هتبتدي بانهي حاجه الاول لما تخش على بيت اوريدي اتسكن وانت لازم تنضفه وترجعه زيرو كانه لسه متشطب جديد وكانه لسه ما حدش سكن فيه لمده ساعتين، وانت احتمال في الساعتين دول تقابل مشاكل ان في حاجه بايظه، حاجه متكسره، حاجه، كل الكلام ده لازم يخلص في ساعتين. ولازم في نفس الوقت ده تكون بتكومينيكيت مع الراجل اللي جاي لانه عايز يخش الساعه 2 احتمال، فلازم تكومينيكيت معاه هتعمل ايه ولا ايه. فانت لازم، ده عباره عن زي الاوركسترا، انت بتمانج مجموعه موسيقيين مين هيلعب ايه دلوقتي. فتخيل انت بتعمل الكلام ده على شقه واحده. خلينا نمسك انت المفروض تعمل ايه. المفروض مثلا تبتدي بالحمامات والمطابخ، تطلع منهم كل الزباله بقى وتطلع البواقي الاكل وكل الكلام ده، تشوف ايه الحاجات اللي اتكسرت، تبتدي تنظف الاوض وتبتدي تنظف الارضيات والازاز وتشيك ان الريموت بتاع التكييفات شغال والبطاريات كويسه، وتشوف انت عندك كليننج تشيك ليست. ودي ممكن ولو حاجه بايظه زي فيها التلاجة مثلا، الجست اللي فات بوظها او عمل فيها حاجه، انت لازم يكون عندك سبير عشان يروح مكانها. انا ما انساش الهوست بتاع لبنان اللي كنت نازل عنده وانا بوظت التلاجة، انا اللي بوظتها. فكلمت قلت له انا مستعد ادفع التكلفه وكل حاجه، بس انا محتاج تلاجة، الحاجه اللي معانا هتبوظ. ظرف ساعه بالظبط يا مينا، ساعه بالظبط، وكان قدامي تلاجة تانية وخد التلاجة البايظه وقال لي والله التشارج بتاع تصليح التلاجة هيكلف كذا. احترافيه عاليه جدا. السخانات في الاماكن الساحليه عمرها ما بين 1 ل4 سنين لان نسبه الملوحه عاليه. فانت مش عارف السخان هيضرب امتى ويخر ميه بسبب الملوحه كلته من جوه. فلازم يبقى معاك سخان سبير عشان اول ما هيضرب في اللحظه دي ما تعطلش الجست اكتر من ساعه والسخان ده يتبدل مكان ده. انت شغال في اوتيل وانت الراجل بتاع الهاوس كيبنج وانت الراجل الفرونت ديسك وانت اللي بتعمل كل حاجه. مزبوط. فانت لازم تمانج وقتك وتشوف انت هتنظف ازاي وتشوف انت هترجع البيت زيرو كانه لسه متشطب ازاي. دي حته مهمه جدا، والنظافه بتلعب جزء كبير قوي في نفسيه تعرف في احصائيه كده او في حاجه نفسيه يعني شفتها، بيقول لك لو دخلت الحمام اول ما اجرت البيت ولقيت ان الحمام على الارض في الكورنر فيه شعرايه، انت بتاسيوم جوه مخك في السبكونشس ان البيت ده كله ما تنضفش الشعرايه دي خلاص. فتخيل انت دخلت اول وهله. وعلى فكره لازم تهتم جدا بالبلاط الحمام والانتيرير بتاع الحمام عامل ازاي والمطبخ، مهمين قوي الحاجات دي. يعني الناس تهتم كخامات اللي هتشطب بيها وهتفرش بيها، وتهتم في النظافه ما بين جست والتاني. بالظبط. فتخيل انت بقى دخلت الحمام ولقيت مثلا الفوطه منديه، لقيت نقطه ميه، دماغك بقى شغاله، بص الندى ده ندى ميه ولا عرق حد قبليه ولا مش عارف ايه، خلاص اتقفلت. تخيل انت لقيت نقطه ميه على الخلاط، ترصت فقط خالص. نقطه ميه على الخلاط من فوق، والنقطه دي ناشفه يعني حتى مش مبلوله، اللي هي مجيره دي اللي بتشيل اللمعه بتاعت الميكسر صح. هتحس بايه؟ هتحس اللي هو ايه، محدش نضف الحمام ده، مع ان الحمام بيبرق، محدش نضف الحمام ده، هم نضفوه من على الوش. وهتخش الاوضه خلاص انت سسبيشس، ده خلاص شكيت في البيت كله. انت عارف ان هو في حاجات كتير ما اتنضفتش، ان هم نضفوا من على الوش، وده بيحصل.
يعني ما نقدرش نقول ده ما بيحصلش، لا ده بيحصل. امتى ما بيحصلش؟ لما تخش الفنادق الفايف ستارز المعروفه اللي ليها ريبيوتيشن عالي. خش البيت، سوري اسف، خش الاوضه، خش الحمام، بص على الزاويه بتاعت الحمام، تلاقي كده تيب لونه ابيض، اللي هو بيسموه اللي مش عارف يعني، اللي في ماده كده مطاطيه كده بتتحط. بص على الكورنرز هتلاقي ان دي لونها ابيض، مفيش حاجه فيها. تحس ان هو ايه البيت ده، اسف الاوضه دي او الحمام ده انا اول واحد اقعد فيه. الخلاط نفسه لونه مرايه بيلمع، ما فيهوش اي مفيهوش تجيره خدش. ولا نقطه ميه ناشفه عامله لون جير ابيض ولا اي حاجه. مظبوط. احنا الزوايا بتاعت الشاور اللي انت بتتكلم عليها دي ما فيهاش فيها اي عفونه او حاجه مسوده او كده، لان مهتمين ان هم يوصلوا درجه نظافه عاليه علشان يوصلوا لريفيوهات عاليه، وبالتالي يفضلوا بيبيعوا باعلى الاسعار. ليه ستاندرد، هو ليه ستاندرد معين لازم يمشي عليه. مظبوط. فهو لازم يوصل للحته دي. فحته المينتنس والكليننج دي لازم تتضرب بطريقه قويه جدا. تمام. اخر حاجه بقى وهي البرايسنج، اللي هو اللعبه الكبيره، البحر، واللي هو نسبه الاشغال. نسبه الاشغال اللي هي الاوكيبنسي، اللي هو انا بعت 3 شهور قدام، شهرين قدام. كنت فرحان، انا فاكر كنت فرحان جدا، انا فايق ل3 شهور قدام. كنت بكلمك في Airbnb وانا في Airbnb اقول لك، تقول لي ايه السعر رايك فيه ايه، اقول لك كويس، عليه شويه عشان انت بايع ل3 شهور قدام، فانت اكيد بايع اندر ماركت برايس، انت يو ار اوفر سيلينج. بالظبط. فاعلي السعر، هقفل الشهر يخلص ويبقى فيه خرام كتير في الكالندر، والاقي نسبه الاوكيبنسي ما عدتش ال 60%. بص انت مثلها بشكل بسيط جدا. انت النهارده تاجر بتبيع سكر، ماشي؟ انا تاجر ببيع سكر، جنبي محل تاجر بيبيع سكر، وجنبي واحد تاني بيبيع، احنا كلنا بيبيع سكر، خلاص؟ وفي ناس بتشتري. انا جم سالوني السكر بكام، قلت لهم الكيس ب 20 جنيه. تمام. اللي جنبي قال ب 25 جنيه، اللي بعديه قال ب 30 جنيه. اكيد انت اول واحد هتبيع لحد ما الانفنتوري بتاعك يخلص. طب انا السوق ابتدى دلوقتي، اللي جنبيه بقى يبيع ب 40، واللي جنبيه بقى يبيع ب 60، وانا لسه ببيع ب 20. او انت خلصت الانفنتوري بقى، ما انت كنت بتبيع ب 20، الناس كلها هتبيعه بقى. الناس كلها هتجيلي، انا بعت كل السكر. طب السوق بقى، انا خلصت السكر، السوق كله عالي، سكر شحه في السوق، اوكي؟ اللي كان بيبيع ب 40 و60 بقى يبيع ب 100، وانا قاعد ايه، انا بعت كل السكر وقاعد متكتف وقاعد مبسوط في دماغي، اصل انا بقى خلصت كل السكر الحمد لله. طب ما ده فشل، لان انت النهارده هو ده الكي بتاع ريفينيو مانجمنت. هي يعني ايه ريفينيو مانجمنت، ويعني ايه اسعر صح، ويعني ايه كل الكلام ده؟ ما تبيعش تحت السوق ولا تبيع فوق السوق. انت لازم يبقى عندك داتا وتكنولوجيا معينه وطريقه استراتيجي معينه، انا بيع امتى وازاي، ودي مهمه. هو النهارده شركات الطيران، مش انا وانت ممكن نبقى قاعدين جنب بعض في الطياره، انت حاجز ب 10000 جنيه وانا حاجز ب5؟ مظبوط. طب انت هتاكل نفس الاكل وانا هاكل نفس الاكل، مظبوط، وهنوصل نفس الحته في نفس الوقت. على فكره الكرسي بتاعي زي الكرسي بتاعك، مفيش اي فرق. طب ليه انا حاجز باغلى منك وانت، لان الوقت توقيت انا حجزت امتى وازاي، وانت حجزت امتى وازاي، وده مهم جدا. فده اصل الريفينيو مانجمنت او التسعير. فالتسعير هو اللي هينجح اي منتج هيتباع عامه، ايا كان المنتج ده ايه، سعره ايه بالنسبه للسوق، وهل هو اعلى من السوق. بص احنا عندنا فكره ايه، القرد في عين امه غزال. انا الشقه بتاعتي احلى شقه في المنطقه، فانا هبيعها ب$100. انا عايز $100 في جيبي. انا عايز 1000 جنيه، انا عايز 20,000 جنيه في جيبي، انا ماليش دعوه، انا هبيع بالسعر ده، حطها. بس وري اللي حواليك بيبيع بكام، ب 200 جنيه وانت بتبيع ب1000، خليك قاعد بقى. ما هو في سقف للسوق. فالتسعير ده حته مهمه جدا، ودي حته فيري تريكي، ومفيش صح وغلط، هو في طريقه تفكير معينه. واحنا بنقعد اكيد احنا بنقعد نتجادل انا وانت في موضوع التسعير ده في الشركه. طبعا ده وكل الشركات اللي زينا وكل بس انا بيصعب عليا ناس كتير فرحانه ان هي بايعه ل3 شهور قدام، 3 شهور قدام، وهم كانوا ممكن يبيعوا باسعار اعلى. انا مش قادر اقبل فكره ان الاهرامات اللي بقالها آلاف السنين 7000 سنه وبنتأجر بالارقام دي، وحضارات تانية جنبنا طلعت اول امبارح بتتأجر بارقام اعلى بكتير. بالظبط. احنا مع فكرة ان احنا نعلي السعر بحسب حجم الطلب، وما افرحش ان ببيع 3 شهور لقدام، يبقى معنى كده ان انا بحرق نفسي.
دي فكرة مهمة جدا، ولازم الماركت كله في مصر يفكر فيها. ومتهيألي ده هيكون موضوع حلقتنا الجاية في زورو توكس. كان معاكم مينا حلمي وجون فرج، احنا كو فاوندر أهلاً. زورو ستيز، وهنستناكم الحلقة الجاية.